هذا الرجل كان يعيش بين الناس، لكنه في الحقيقة سفاح قتل أكثر من 30 فتاة. ولد تيد بندي في 24 من نوفمبر عام 1946 في بيئة عائلية معقدة وغامضة. عاش جزءاً من طفولته وهو يعتقد أن أمه هي أخته، وهذا خلق عنده اضطراباً نفسياً مبكراً. لم يكن يبدو عليه أنه مجرم، كان ذكياً لبقاً ويعرف كيف يكسب ثقة الناس، لكن خلف هذا القناع كان يختبئ سفاح قاتل بلا رحمة، مجرم لا يخشى شيئاً. بدأت جرائمه في أوائل السبعينات واستهدف شابات جامعيات. كان يستخدم الخداع، يتظاهر بالإصابة أو يطلب المساعدة، ثم يخطف ضحاياه بدم بارد. عدد ضحاياه المؤكد أكثر من 30 فتاة، لكن الشرطة تعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير. ظلت الشرطة تبحث عنه لسنوات طويلة، متنقلاً بين عدة ولايات أمريكية، يهرب ويغير هويته وكأنه شبح لا يمكن الإمساك به. تم القبض عليه أول مرة سنة 1975، لكنه هرب، ثم أعيد القبض عليه مرة أخرى بعد سلسلة جرائم أبشع. في النهاية وبعد محاكمة طويلة صدر عليه حكم بالإعدام. قبل تنفيذ الحكم قال جملة صادمة: أنا مجرد شخص عادي، لكن بداخلي شيء مظلم لم أستطع إيقافه. تم إعدامه سنة 1989 وانتهت قصته، لكن الرعب الذي خلفه لا يزال حياً حتى اليوم. هل كان يمكن إيقافه من البداية؟